السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة التمرين رقم 25 في برنامج الإعداد العام. زي ما قلت لك قبل كده، البرنامج ده بيخدم فئة الناشئين من أول سن 11 سنة إلى سن 15 سنة. ولكن ضروري قبل ما تبدأ تطبق البرنامج ده مهم قوي إنك طبعا أولا تطبق البرنامج من أول تمرين. منزل لك التمرينات كلها في حلقات منفصلة، ولكن في بعض النصائح أنا بحب أقولها في الأول علشان تقدر تشتغل مع المتدربين اللي معاك ويوصلوا معاك لأفضل نتيجة. أول نصيحة إن ضروري جدا تكون عامل كشف دوري للسباحين اللي معاك ومطمن على حالتهم الصحية والبدنية، عشان تقدر تحمل عليهم أو تشتغل برنامج التحمل ده وأنت مستريح وتتأكد إن مش هيحصل لهم أي مضاعفات لا قدر الله. النقطة التانية المهمة جدا، ضروري أوي يكون السباحين اللي معاك عارفين جميع مهارات السباحة. عرفوا يعني ايه دريلز، عرفوا يعني ايه هاي تكنيك، عرف يعني ايه يشتغل على المهارات. احنا دلوقتي بنبدأ ننمي المهارات، ولكن ضروري جدا يكون السباحين اللي معاك اكتسبوا جميع مهارات السباحة. دي النقطة التانية. النقطة التالتة، مهم جدا ان السباحين قبل ما تنزل تشتغل على التمرينة، لان ده بيكون فيه حمل بدني، ضروري قوي ان السباح يعمل احماء في اول 15 دقايق بره المية. بنشتغل على شوية اطالات، بنشتغل على تحريك المفصل، بنشتغل على تحريك الأكتاف والأرجل، تجنبا للإصابات والشد العضلي. هنتكلم النهاردة عن التمرين رقم 26 إن شاء الله. هنقول إن التمرينات دي أو الوحدات التدريبية بيكون فيها مجاميع أساسية، والمجاميع الأساسية بداخلها مجاميع فرعية. التمرينة بتاعت النهاردة إن شاء الله عبارة عن ورم أب بريمين من ست والريكفري، والتوتال بتاعنا 1700 متر. يعني التمرينة مش قوية قوي، ولكن احنا بنشتغل على حمام سباحة 25 متر، والتمرينة بتاعتنا بتكون ساعة. مفيش مشكلة لو قدرت تطبق التمرينة دي على السباحين اللي معاك. طب لو في مثلا غياب أو كان في مثلا مشكلة قابلتك إن أنت ما قدرتش تطبق التمرينة بشكل كويس، عادي جدا إن أنت تعيد التمرينة دي مرة واتنين وتلاتة. هتكلم النهاردة على التمرين رقم 25. الورم اب عبارة عن 400 متر، 50 حرة و50 باك. سباح بيبقى قايم 50 حرة، بيخلص بيعمل 50 باك بس بدون توقف. بنعلمه ازاي يعمل ترنات، ازاي يعمل ستريم لاين، ازاي يدمج ما بين الحرة والباك. ده طبعا هيخلي عنده احساس بالمية عالي، ويخلي عنده ديناميكية في المية، ان هو يبدأ يتفاعل مع المية اكتر. الترنات مهمة جدا، والاستريمات عندنا 15 ترن، عندنا 16 ستريم. دول مهم جدا ان هم يتعملوا. البريك اوت بتاع العومات لازم تكون السباحين يكونوا عارفينها بشكل كويس. عايز اقول لك على نقطة برضو مهمة جدا، ان السباح وهو عايم ضروري قوي ما توقفهوش، تديله تعليمات وهو عايم. يعني شغل رجلك، افرد جسمك، ركز مثلا تشاور له على راسه، تشاور له على ايده، تشاور له على حركة الرجلين. بس ما يفضلش ان انت توقف السباح طول ما هو عايم، لان احنا عايزين نوصل لافضل نتيجة. هنخلص الورم اب عبارة عن 400 متر، وبعد كده نخش على المين سيت، على البري مين. الورم اب والبري مين يا شباب ما بتاخدش اكتر من يعني من 15 ل 20 دقيقة، ده اقصى حاجة عشان نبدأ نشتغل كويس. طيب البري مين عندنا النهاردة عبارة عن 200 متر، 8 في 25 كيك سترونج، 4 في 25 على الحرة، وأربعة في 25 على الباقي. الريست بتاعنا 90، الشدة بتاعتنا 90، يعني شديدة شوية أو قوية. والريست بتاعنا 30. طبعا بتقول للسباح أثناء الريست إيه الأخطاء اللي كانت عنده. لو عايم كويس بتقول له تمام. 4 في 25 على الحرة أفضل نتيجة طبعا. كيك سترونج، يعني أنا بفضل إن التمرين ده يكون سكالينج هيد أب. تمام. اما في رجلين الباك يفضل ان برضو الباك يكون في باك فيلينج، يعني احنا عايزين يبقى في توافق ما بين الدراعات والرجلين ونفس الحركة، ونعود السباحين على ده. بنخلص الفري، بنشتغل على الباك. ممكن نعمل واحدة فري واحدة باك، مفيش مشكلة. المهم التوتال بتاعك 200 متر عبارة عن 8 في 25 كيك. المين سيت عندنا النهاردة كيلو 1000 متر. الألف متر ده بيبقى عبارة عن 40 لفة في حمام الخمسة وعشرين متر. اما طبعا لو 50 متر بيبقى 20 لفة بس. التمرين النهاردة اسمها بندول فري سويم ستروك. ايه البندول ده يا شباب؟ البندول بتاع الساعة. طبعا التمرينات دي كلها بيبقى الغرض منها التحمل، تمام. بتتسمى بقى هاي بوكسنج بندول ايا كان المسمى، ولكن احنا بنشتغل على البندول ده، بمعنى البندول بتاع الساعة اللي هو المتحرك، اللي هو اللي بيفضل رايح جاي. فاحنا بنشتغل بنفس الفكرة، ان احنا بيبقى الميكس اي فورس اللي هو الاعلى جهد 250. بنبدأ من 50 كده 100، بعد كده 200، 250، ونبدأ ننزل تاني 200، 150. طيب الفكرة بتاعتها ايه؟ ان احنا عايزين نخلي السباحين تعوم اقصى جهد وهي متحمل عليها بدنيا، والراحة بتاعتها قليل.
فبنبدأ نشتغل على ال50 متر ايزي، 70% الشدة والراحة 15 ثانية، ولازم تطبق البندولة صح. بعد كده 100 متر مودريت 80%، الراحة بتاعتنا 20 ثانية. بعد كده هنخش على ال200 متر سترونج، يعني بتبدأ تشد شوية، الشدة بتاعتك 85 والراحة بتاعتك 30 ثانية. بعد كده بتوصل لأعلى جهد اللي هو الميكس ايفورز اللي هو 250 متر. 250 متر يعني 10 مرات رايح جاي بتشتغل فيهم، الشدة بتاعتك 90 والراحة بتاعتك 40 ثانية. بعد كده بنبدأ نشغل السباحين على 200 سترونج، 85 الشدة والراحة 30. بعد كده بنرجع تاني على المدوريت 100، 4 مرات، 80% الشدة والراحة 20. بعد كده آخر حاجة بتبقى ال50 متر ايزي، تمام، الراحة بتاعتك مش موجودة عشان احنا خلاص كده يعتبر التمرينة خلاص. طيب ايه النصايح اللي نقدر نقدمها للسباحين هنا؟ ان احنا عايزين نفهمهم اولا يعني ايه بندولة. ثانيا، وده نقطة مهمة جدا، نعرفهم ان انت هتعوم 50 100 200 250. احنا مش طالبين غير ان نركز في ال250. طبعا نركز في البندولة كلها، بس هنركز قوي في ال250 ان انت يبقى عندك اعلى جهد فيها، تمام. بعد كده بنبدأ ننزل بالسرعة او بالشدة واحدة واحدة لغاية لما توصل معاك ان هي تبقى 70%. فاحنا بدأنا 70% وخلصنا 70%. بعد كده في 80، في 85، أعلى جهد بيكون 90 إلى 95. في جملة كده مكتوبة اللي هي average complete time for the bandola drill 1 كيلو is between 20 إلى 23 minutes. يعني الافريج بتاعك اللي هو الوقت اللي مستغرق فيه إن السباحين اللي معاك يعوموا البندولة دي من 20 إلى 23. بس احنا مش بنقيس على الكل، احنا بنقيس على أول سباح. نقيس على أول سباح ويبقى التوتال بتاعه أقصى حاجة يعومها في 23 دقيقة، لأن احنا بنطبق على 11 إلى 15 سنة. مفيش مشكلة لو الوقت زاد معاك شوية، بس التمرينة دي مهمة جدا، بترفع كفاءة السباحين اللي معاك وبتطورهم بشكل كبير قوي، يبقى فاهم السرعات بتاعته عاملة ازاي. مهم جدا السباح لما يعوم 50 تقول له التايم بتاعه عامل ازاي، أو التايم بتاعه كام. مهم برضو السباح لما يعوم 100 تقول له كام، 200، 250، عشان يبقى فاهم، عشان لما يجي ينزل بالشدة بتاعته يبقى عارف ان هو متحكم في السرعة بتاعته. الريكفري عندنا عبارة عن 100 تشويز، تمام، اعتمد تقريبا كلها على الحرة النهاردة، مفيش باك ولا بريست، دولفين ولا بريست. والتوتال بتاعنا 1700. طيب النهاردة احنا اتكلمنا عن التمرين رقم 25 في برنامج الإعداد العام. أنا هشرح لك كل تمرينة وهقول لك كل المسميات اللي فيها وهقول لك كل المصطلحات المستخدمة، واحنا بنطبق التمرين ده ايه الأهداف بتاعته. هتلاقيني شارح الكلام ده في الحلقات السابقة. بس عايز برضه ابلغك بنقطة مهمة جدا، ان احنا ان شاء الله هنبدأ نخلص برنامج الاعداد العام ونتكلم في برنامج الاعداد الخاص الفترة اللي جاية. فتابع القناة، ولو ما عملتش اشتراك اعمل اشتراك لو انت فعلا مهتم بالسباحة وحابب ان انت تطور السباحين اللي معاك وتوصل بيهم لافضل النتائج. الفترة اللي جاية ان شاء الله زي ما قلت لك كل يوم هنزل لك تمرينة تبدأ تطبقها على السباحين. وعايزك تقولي برضو القياسات بتاعت السباحين اللي معاك في ال50 والمية والميتين على كل عوم، على الحرة وعلى الباك وعلى البريست وعلى الدولفين. ولو ناقصك أي حاجة في البرنامج أو حاسس إن السباحين اللي معاك مش بيتطوروا في شوية فنيات ممكن نتكلم مع بعض فيها، وأقول لك إيه اللي يرفع مستوى السباحين من مبتدئين لمحترفين، علشان إن شاء الله لو في بطولة أو في أي منافسة نقدر ننافس بشكل جيد ونقدر نرفع من مستوى السباحين اللي معانا. شكرا جدا للمتابعة يا شباب، وشكرا للي بيبعتولي مسجات وبيسألوني وبيستفسروا. يا رب أكون بفيدكم على قد ما أقدر، وتحياتي ليكم، ربنا يوفقكم جميعا.